استغفرت واستغفرت كتير، استغفرت 100 مرة، 200 مرة، 1000، 2000، 10,000 مرة، بس ولا أي حاجة حصلت. مشكلتي زي ما هي، الدين ما اتسددش، زواجي ما تمش، حتى الشغل مقفول. ده كومنت اتبعتلي زي ما هو. طب ايه اللي حصل؟ ربنا وعدنا وقال لنا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طب ليه البنت دي مش شايفة نتيجة؟ ليه استغفارها ما جابش أي ثمار؟ النهاردة هقول لكم على أخطر 9 أسباب ممكن تمنع قبول الاستغفار، وكمان بعديها هقول لكم على الحل الحقيقي اللي بيرجع قلبك لربنا وبيرجع البركة لحياتك. لو كملت الفيديو ده للآخر أكيد حياتك هتتغير. السبب الأول: الاستغفار بدون ندم حقيقي. ممكن تكتر من استغفارك وتقوله 1000 مرة، بس مش شرط كله يوصل للقلب. في شاب كان بيستغفر 500 مرة في اليوم، لكنه كان بعد ما بيستغفر بيفتح الأكاونت بتاعه يتفرج على صور بنات، يسمع أغاني، يشتم وينم على أصحابه، وبعدين يقولك أنا قلبي ميت رغم إني بستغفر كتير. السر هنا إنه ما تابش أصلا، لسانه بس اللي بيقول أستغفر الله، لكن قلبه لسه متعلق بالذنب. ربنا قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مش بس اللي بيكرر الكلمة بلسانه. السبب التاني: الذنب لسه شغال. الاستغفار الحقيقي لازم يكون مصحوب بترك ذنب. في بنت كانت كل يوم تستغفر ربنا إن هي تبطل عن علاقة حرام بتعملها، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لكن كل يوم كانت بترجع تكلم نفس الشخص تاني، وبعديها تقول أنا استغفرت مش لاقي نتيجة. طب فين ترك الذنب؟ الرسول قال الندم توبة، لكن إنك تستغفر وإنت ناوي ترجع لنفس الذنب تاني دي أكيد مش توبة. السبب التالت: الاستغفار مش مربوط بحاجة واقعية. استغفارك محتاج نية، والنية لازم تترجم لأفعال. في راجل كان بيقول كل يوم بستغفر 1000 مرة عشان فلوسي يبقى فيها بركة وتزيد، بس مفيش أي حاجة بتحصل لي. سألناه طب أنت بتسعى؟ بيقول لأ، هو المفروض لما أنا أستغفر يبقى في بركة في الفلوس وبالتالي الفلوس تكتر، وده أكبر غلط، لأن ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الاستغفار وقود للسعي مش بديل عنه. السبب الرابع: الغفلة أثناء الاستغفار. تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وإنت مركز في مسلسل أو حتى ماسك الموبايل بتبص على أي حاجة تانية. الاستغفار محتاج قلب، إحنا مش إنسان آلي. الاستغفار بلا حضور قلب يحتاج إلى استغفار. السبب الخامس: قطع الرحم أو الظلم. إزاي بتطلب الرحمة من ربنا وإنت قاطع لرحمك أو إنت ظالم حد؟ ربنا بيقول استغفر في راجل أنا آسفة كان بيقول أنا بستغفر ربنا ليل نهار عشان ابني يشفى من مرضه، ولما عرفنا حاله لقيناه قاطع رحم أخته 3 سنين عشان خلاف في الميراث. الرسول قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. فالاستغفار مش هيشتغل طول ما قلبك فيه قطيعة. السبب السادس: الاستعجال وترك الاستغفار. يا رب أنا مش لاقي نتيجة، أو أنا زهقت، أو أنا خلاص مش هستغفر. في بنت كان نفسها في زوج صالح، كل يوم تستغفر ربنا تصلي تدعي، وبعد شهور قالت أنا زهقت. بعديها ب3 أسابيع جالها عريس من أفضل الشباب، لكن خلاص كانت هي انهارت نفسيا وسابته. ليه؟ عشان استعجلت ربنا.
السبب السابع الغفلة عن الذنوب الخفية. ذنوب كتير بنعملها وإحنا مش واخدين بالنا إن هي أصلا ذنوب. النميمة في الشغل، ظلم الزوجة والأولاد، الإهمال في الصلاة أو الكسل عنها أو التأخر فيها، نظرة حرام سريعة كده على ستوري، إنك تتكبر في المعاملة مع شخص أقل منك. أنت بتستخر عن ذنب كبير واضح، بس في عشرات الذنوب الصغيرة شغالة وإحنا مش واخدين بالنا منها. السبب الثامن الذنوب اللي ما طلبتش السماح عنها من الناس. الذنب اللي فيه حق إنسان مش بيتغفر كده بسهولة إلا لما ترجع الحق لصاحبه. في شاب كان بيستغفر ربنا إن ربنا يرزقه، لكن لسه واكل ميراث حد، ولما بيسألوه يقول أنا استغفرت وخلاص، لكن الحق مازال في رقبته. ربنا بيغفر الذنوب اللي بينك وبينه، لكن الذنوب اللي فيها حق من حقوق العباد لازم ترجع الحق لأصحابه، أو على الأقل تطلب السماح منهم. في حديث للرسول بيقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا ما لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. يعني استغفرت لازم تصلح ما أفسدت. السبب الأخير قلبك مش شايف فضل ربنا الحالي عليك. واحدة من أخطر الأسباب إنك مش شايف النعم اللي انت فيها أصلا رغم استغفارك. في بنت كانت بتستغفر ربنا عشان يرزقها بالزواج، وكل يوم تبكي وتقول مفيش أي حاجة بتحصل، لكن لما قعدت مع مرشدة نفسية سألتها عندك صحة؟ عندك شغل؟ عندك أهل؟ عايشة في سلام؟ قالت لها بس أنا برضو لسه ما اتجوزتش. قالت لها كل ده استجابة لاستغفارك، بس انتي مركزة على الحاجة اللي مش عندك. أحيانا نتيجة الاستغفار مش بس بتكون الحاجة اللي انت عايزها، لكن هي بتيجي على هيئة حاجات تانية كتير: سلام من جواك، رفع بلاء انت ما تعرفش عنه، صرف أذى انت كنت محتاج له، راحة في منامك. ربنا بيقول لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر بيبدأ لما تبص على النعم اللي ربنا مخليها حواليك من غير حتى ما تطلبها. طب ايه الحلول العملية؟ أول حل اقعد مع نفسك واعمل كشف حساب لذنوبك. الحل التاني استغفار حقيقي بيكون فيه ترك للذنب، ندم حقيقي، نية صادقة إنك ما ترجعش تاني للذنب ده. الحل التالت اربط استغفارك بفعل، استغفر وطلع صدقة، أو استغفر وتصالح مع حد كنت مقاطعه. الحل الرابع خليك ثابت واصبر، استغفار يوم واحد مش كفاية. ربنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كل مرة تقول أستغفر الله من قلبك في ملاك بيرفعها فوق، ويمكن تكون هي الكلمة اللي هتقلب حالك من ضيق لفرج ومن حزن لفرح. بس المهم تقولها بقلب حي مش لسان ميت. لو حاسس بالذنب أو مخنوق أو حاسس إنك بعيد، الاستغفار هو بابك الوحيد بإذن الله، بس ادخله بقلب صادق.